بصوا يا جماعة، قبل ما نحكي عن الفراعنة وتوت عنخ آمون والهرم الكبير لازم نسأل نفسنا سؤال بسيط جدا. مين أول مصري قرر يبني حضارة على ضفة النيل؟ الناس دي كانت قبل الفراعنة بآلاف السنين، قبل الملوك والتاج المزدوج والبرديات. والحكاية بدأت من مكان صغير في الصعيد اسمه نقادة. يعني مش نقادة بتاعت خناق، لأ، دي جاية من كلمة قديمة اسمها أرض النخيل. زمان جدا، من حوالي 4500 سنة قبل الميلاد، عشان الكلمة دي بتزعل ناس كتير جدا. 7000 سنة. نقادة كانت مركز الدنيا القديمة حرفيا. الناس هناك عملوا مجتمع منظم، كان عندهم زراعة، كان عندهم صناعة، وكان عندهم دفن، وكان عندهم فكر. وكانوا بيرسموا على الفخار وحياتهم اليومية. يعني بدل ما يعملوا ستوري على الانستجرام كانوا بيرسموا هنا على إناء الفخار. الرسومات دي فيها قوارب وحيوانات ولبس مميز جدا. يعني عندهم فن وفكر كبير جدا قبل كلمة حضارة دي نفسها. العلماء قسموا حضارة نقادة لثلاث مراحل: نقادة واحد، نقادة اتنين، نقادة تلاتة. ده مش مسلسل نتفليكس، لا، دي مراحل تطور الحقيقة. نقادة واحد، البداية. الناس كانت بتتعلم الزراعة وعايشين حياة بسيطة جدا حوالين النيل. نقادة اتنين، التطور، بقى فيه فن وغنى ومقابر وفيها مجوهرات وبدأت الطبقيات تظهر. نقادة تلاتة، ومن هنا بدأت فكرة الملك الواحد والجيش والنظام. يعني لو مينا هو اللي وحد مصر، فالناس في نقادة هم اللي كتبوا أول دستور. ناس نقادة كانوا بيحبوا الجمال جدا، والفخار بتاعهم معمول بدقة ونقوش وألوان غير طبيعية، تحس إنك داخل معرض فني في الزمالك. كان عندهم تماثيل صغيرة للسيدات، والعلماء شايفين إنها رمز للجمال والخصوبة. يعني من زمان المصري القديم عارف قيمة الست. وكمان كان عندهم تجارة مع النوبة وسينا وبلاد الشام، يعني كانوا ترافل انفلونسرز من بدري جدا. اهم حاجة في حضارة نقادة انها كانت البذرة اللي طلع منها كل اللي عرفناه بعد كده عن مصر: اللغة والرموز والزراعة واحترام النيل وحتى فكرة الحاكم. يعني لما تقول انا مصري ابن حضارة، كان افتكر انك قبل الاهرامات وقبل الملوك كان في ناس بسيطة جدا في نقادة قررت تبني مجتمع منظم وتسيب اثار. ومن بعد الاثار دي اتولدت مصر. مصر ام الدنيا، عشان الكلمة دي بتضايق ناس كتير جدا. فيا صديقي، المرة الجاية لما تسمع كلمة نقادة افتكر انك مش بتعدي على بلد عادية، لأ، انت بتعدي على اصل الحكاية، اصل القصة، اصل الفراعنة. الناس اللي بدأوا الحلم المصري لحد دلوقتي بيتفرجوا علينا ومنبهرين جدا. ومن غيرهم ما كانش هيبقى فيه اهرامات ولا معابد. وبالمناسبة، آثار نقادة تقدر تشوفها في المتحف المصري بالتحرير. فلو بتحب السفر والتاريخ خلي نقادة دايما في بالك. لو عجبك الفيديو يا ريت تدوس لايك واشتراك في القناة، واستناني الحلقة الجاية هنسافر بيها عبر الزمن ونشوف الحضارات التانية. انا بس مش ساكن على النيل، انا ابن النيل.